المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من الوسط الفني لاخبار الفن والمشاهير. النهارده مش معانا فنانه عاديه، النهارده معانا فنانه انسانه باخلاقها، برقيها، بتقدمها الحضاري، بتقدمها الثقافي والفني. معانا فنانتنا النهارده من بيت الشاعر، فنانه القديره جواهر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا باسره بيت الشعر. حابين نعرف من حضرتك اولا ايه بيت الشعر بيمثل لجواهر؟ الشعر هو الفن الراقي، هو المعنى للحياه بجد يعني. وكمان عايزه اقول لك حاجه، النهارده احنا في اقدم شارع في مصر فعلا، ومن بلد الامن والامان، ومن خلال المهرجان السينمائي بقول لكل العالم تعالوا مصر، تعالوا زوروا مصر، فعلا احنا بلد الامن والامان. حابين نعرف الفنانه جواهر ماذا يمثل لها الفن؟ الفن هو غذاء الروح بجد بجد، غذاء الروح فعلا. الفن معنى الجمال يعني، هو الحياه بالنسبه لنا يعني. انا بدون فن بتهيألي ما اقدرش يعني الفنان ده بيبقى مثلا كتله من الاحاسيس والمشاعر، فلك ان تتخيلي بقى. حابين نعرف حضرتك عن ماذا تقدمين او ما دورك في فعاليات الدوره ال36 للمهرجان القاهره السينمائي الدولي. هو انا طبعا النهارده يسعدني انه اشارك في هذا المهرجان بجد. هو طبعا انا بالنسبه لي انا كجواهر اول مره مشاركه ليا، لانه الفتره اللي فاتت كذا مره دعيت، بس انا كان غصب عني، يا مثلا ببقى عندي شغل، يا مثلا ببقى بره البلد، فكان بيبقى غصب عني. بس النهارده الحمد لله ربنا وفقني وكنت محظوظه جدا، وهقدم كولكشن من الاغاني اتمنى انه يا رب يعجب الناس ان شاء الله. اوصفي لي فرحه جواهر النهارده بالمهرجان. أنا فرحتي لا توصف طبعا، فرحتي كمان بالتحدي. النهاردة احنا بنتحدى الصعاب فعلا، بنتحدى كل حاجة صعبة عشنا في حياتنا الفترة اللي فاتت. بنقول للعالم كله لا احنا كمصريين، احنا كعرب لا موجودين. والنهارده في وفود اجانب كتيره جدا مشرفه المهرجان، وفي عرب برضو كتير جدا، وفي مصريين برضو كتير جدا. ف بالنسبه لي المهرجان ده مهم جدا، وانا سعيده جدا انه النهارده بشارك فيه بجد يعني. تمام. من الفن والى الفن، الوسط الفني حابب يعرف اخر اعمال الفنانه القديره جواهر. هو اخر حاجه ليا طبعا ان شاء الله باذن الله هيبقى في البومز، بس لسه ما اتحضر. طبعا لسه ما حضرتوش يعني، بحاول، بس هعمل فيه كولكشن حلو يعني. هعمل فيه كذا اغنيه، حاجه رومانسي يعني، وهعمل اغاني الشعب الشيك بقى، الشعب بتاع الشيك دون وكده يعني. في كذا مفاجاه حلوه في الالبومز، اتمنى انه يا رب يعجب الناس. بس حقيقي احنا لسه بنحضر فيه يعني، لسه بنبدا. الفن بيمثل ايه الجواهر؟ الفن جزء لا يتجزأ مني، انا كجزء لا يتجزأ مني. ما اقدرش اعيش بدون ما اغني، ما اقدرش اعيش بدون ما افرح، حتى رغم المأساة اللي الوطن العربي كله كان عايشها الفترة اللي فاتت. الفن هو غذاء الروح فعلا. حابين نعرف من الفن والى الفن ماذا قدم الفن للفنانه جواهر؟ والله طبعا يعني الثقه بالنفس، ما انكرش طبعا وضع المادي تعدي حسن بقى الحمد لله. والحاجه الاكبر بقى واللي بهتز بيها قوي حب الناس ليا. حسيت انه التفاعل الجماهيري اللي بيحصل ما بينه وما بين الجمهور دي اكبر هديه. حابين نعرف حضرتك عن المهرجان والمايسترو، اداء المايسترو طبعا والميوزك وبعض الفنانين والفنانات اللي شاركوا في المهرجان. ايه رايك في ادائهم؟ ايه رايك في المهرجان في تنظيمه في تنسيقه؟ ايه السلبيات او ايه الايجابيات من راي الفنانه جواهر؟ والله هو بصراحه ما يعني في المقام الاول لازم اشكر الامن اللي وضب الحفله فعلا يعني. وانت بتركن عربيتك في ناس معينه بتستلمك لحد ما بتبقى في المكان اللي انت المفروض بتبقى فيه، لحد ما تبتدي تغني. ده انت كفنان، كانسان مشارك عادي برضو بيبقى في ناس بيستقبلوك لحد ما بتقعد في مكانك، وبرضو لما بتخلص في ناس بتستقبلك لحد ما بتخلص وتركن وتمشي عربيتك توصل المكان اللي انت ماشيه بامن وامان. فالشكر كل الشكر طبعا لرجال الامن، وما اقدرش انسى طبعا الناس المنظمين المهرجان، وبشكر كل الاعلاميين بجد انهم وقفوا لتغطيه المهرجان، وبشكر كل الناس اللي موجوده النهارده في المهرجان سواء كان فنانين او مواطنين عاديين.
حابين نعرف برضو من حضرتك جواهر، ماذا سوف تقدم اليوم بإبداعاتها المتألقة دوما اللي تعودنا عليها طبعا؟ بس في حته قبل ما انساها، انت قلت لي ايه رايك في دور الفنانين اللي غنوا. طبعا الفنانه اللي بتغني اللي هي من اربيل دي بهرتنا اساسا من فتره. انا شفتها كان في برنامج بتاع مسابقات. انا بحبها جدا، صوتها حلو جدا، بتغني حلو جدا. وخالد طبعا اخ ليا وصديق لزوجي ومدير اعمال سامي، هو اخونا. فالنهارده لا، الليله حلوه بجد يعني. اليوم كان جميل جدا، واتمنى انه كمان يا رب الفقره اللي انا هقدمها تعجبكم ان شاء الله. ما تنساش ان اول ثوره 19 للقائد العظيم سعد زغلول خرجت من شارع المعز. بما ان تكلمنا عن الثوره، طبعا كلنا نعلم وشاهدنا دور جواهر في الثوره المصريه، دور جواهر في مشاركتها في تأييد المشير عبد الفتاح السيسي. حابه تقولي ايه لمصر والمشير عبد الفتاح السيسي؟ انا عايزه اقول لك المكان ده انا تاني مره اغني فيه. غنيت قبل كده لما كنا نزلنا عشان نطالب سياده المشير ساعتها عبد الفتاح السيسي انه يبقى رئيس لمصر، والحمد لله ربنا كرمنا وبقى رئيس لمصر. فبقول له سياده الرئيس يعني مصر امانه في بين ايديك، والوطن العربي كله معاك ملفوف حواليك، وبنشكرك احنا كعرب انك قدرت توحدنا تاني من اول وجديد. ومصر فعلا اتعافت من الفيروس اللي كان عندها. الفيروس ده على فكره انتشر للوطن العربي كله، فالحمد لله. اول عايزين نعرف من حضرتك ايه هو الفيروس اللي حضرتك بتتكلمي عنه؟ الحاجات الايادي الخفيه اللي كانت بتلعب في الثوره. يعني في ناس استغلت ثوره 25 يناير فدخلوا في ايادي بجد خفيه ما نقدرش نقولها، بس ما نقدرش نسميه غير انه ده كان فيروس وخطير جدا ومميت جدا. مصر اول واحده هي صنعت الدواء بتاع الفيروس، وفعلا قدرت تتعافى منه، اتعافت منه فعلا. فالدواء ده باذن الله لو انتم ملاحظه انتشر حتى في الدول العربيه، خلاص بدا الفيروس ده ينتهي تماما. بما ان مصر هي الفن والطرب، مصر ام واخت لكل العرب، اخيرا وليس اخيرا حابين نسال حضرتك تحب توجهي رساله ايه للوسط الفني؟ بقول للفنانين يعني ولا للساده المشاهدين؟ الساده المشاهدين زي ما تحب، للكل. بقول لهم بحبكم جدا. ادعوا معانا انه الوطن العربي فعلا يبقى في امن وامان. ادعوا انه اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله باذن الله. وبقول لكل الفنانين اجتهدوا، ولازم يبقى في جديد ان شاء الله باذن الله. انا طبعا يعني بعذر كل شركات الانتاج، غصب عنهم هم فعلا ما بينتجوش عشان قرصنه النت. بس من غير ما نفتح في الموضوع عشان ما اطولش عليكم، بقول لهم لا ما تكسلوش، الفن جميل، بدعوا في فنكم. شكرا جزيلا لحضرتك فنانه جواهر. ميرسي حبيبتي، شكرا ليك. واخيرا وليس اخيرا احنا بنشكر فنانتنا الجميله جواهر. احنا مش زي ما قلنا في كلامنا، هي مش مجرد فنانه عاديه، بل هي انسانه متواضعه رقيقه راقيه، لحسن استقبالها وحسن تواضعها طبعا واقبالها على مصر. طبعا مصر ام الدنيا وام واخت لكل العرب. النهارده بنشكر فنانتنا الجميله جواهر على حسن استقبالها وحسن تعاونها وحسن مشاركتها في المهرجان الدولي للفعاليات الدوره 36 المهرجان الدولي السينمائي الدولي. شكرا جزيلا، تحياتي.